السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم في حلقة جديدة من ال LDR. ازاي بنستخدمها كسويتش مع الإضاءة بتاعت السماء أو الإضاءة العادية. تمام. امتى تخلي الإضاءة تشتغل وامتى لأ، بناء على ايه؟ على العوامل الجوية أو بناء على مكان فيه إضاءة ثابتة. وكمان ما استكفيناش بكده، احنا كمان في الدايرة بتاعتنا عملنا نفس الدايرة عملناها كسنسور للسرقة أو التسلق أو أيا كان. تمام. هنا هنبدأ نلحم الكومبوننت معانا واللي هي ريلي 5 فولت. تمام. ومقاومة 220 أوم ودايود وترانزستور 2 ان 4 اتنينات وليزر والال دي ار بتاعتنا. تمام. هنبدأ نثبت الريلي الخمس رجول بتوعه. في الحلقة بتاعتنا ديت كمان احنا هنستفيد جدا باللحام. يعني اللي ما بيعرفش يلحم هيتعلم هنا ازاي يبدأ يلحم ويمسك المكوى بالراحة ويشتغل. هنا الضغط هنبدأ نحطه الأنود على اليمين والكاثود على الشمال. هنسقطه ونبدأ نسقط هنبدأ نسقط الترانزستور الأول، وبعد ما نسقط الترانزستور هنبدأ نلحم مرة واحدة الاتنين مع بعض. تمام. سقطنا الترانزستور، هنبدأ نلحم الترانزستور والدايود. تمام. بنثبت وبعد كده بوصل دايركت ببعض من تحت. لو بصينا تحت هنلاقي ان الترانزستور الرجل بتاعته الكوليكتور هتروح بالرجل الدايود اليمين اللي هي الانود، اللي هي برضو متصلة برجل الريلي. تمام. والرجل الشمال في الترانزستور، الرجل اليمين في الترانزستور هي رجل الاميتر بتاعة التغذية السالب. تمام. ايوه انا اقطع الزيادات. هنبدأ بعد ما نقطع الزيادات نحط المقاومة 220 أوم وال LDR. المقاومة 220 أوم ديت رايحة برجل البيز، الرجل اللي في النص بالترانزستور، وبعد كده متصلة بال LDR. تمام. وبعد كده الفردة التانية بتاعت ال LDR المفروض تروح بالموجب اللي هي الرجل الشمال بتاعت الدايود، وفي نفس الوقت متصلة برضو مع رجل الشمال بتاعت الريلي. أبدأ أثبت كل ده ببعضه لحمات من تحت، وأقص الزيادات بتاعتي عشان متعملش شورت سيركت. وبعد كده هبدأ بقى أوصل الأطراف بتاعتي، سواء أطراف السويتش بتاعة ريلي أو أطراف الباور بتاعة الدايرة. ده الطرف السالب في يمين الترانزستور، والأحمر ده الموجب اللي هو في طرف في الريلي الشمال، طرف الريلي الشمال وطرف الدايود الشمال وطرف ال LDR. التلاتة في بعض ثبتهم، وبعد كده نثبت السالب. تمام. وبعد كده المفروض ان انا هثبت الكومن بتاع السويتش اللي هو في الريلي ونقطة من نقط الريلي، سواء بقى انا عايز الاكشن اللي هيحصل على مقاوم ال LDR دوت يفصل او يشغل. هنبدأ نوصل ونجرب. ادي الكومن بتاعي وصل بالريلي، وادي النقطة التانية اللي هي المفروض نورمال كلوز، ان لما الضوء يقطع عن ال LDR يبدأ لا، المفروض نورمال اوبن. لما النور بيقطع على ال دي ار يبدأ يشغل لي الاكشن بتاع السويتش، سواء بقى بزر او سواء مثلا لمبة او ايا كان ايه انا محتاج بيعمل. نقشر السلك بتاعنا، وده كده سلك السويتشات، والتاني سلك الباور بتاع التغذية. هبدأ
أعزل البوردة الزيادة من البوردة المستهلكة، ونبدأ نأهل الدايرة للتست بتاعنا. تمام. المفروض بقى إن أنا هنا كده بوصل التغذية اللي هما الاتنين الكهرباء دول، وفي اتنين سويتش عشان في ناس ما بتعرفش توصلها أحيانا. أنا هاخد السالب بتاعي اللي هو اللي جاي من الأدوبتور بتاعي، هيدخل تغذية للدايرة. تمام. وهو السالب برضو اللي هياخده اللي أنا بشغل بيه الأكشن مع السويتش. هاخد فردة من الموجب من اللي هي واخدها اللي خدها تغذية للدايرة، هيدخل على فردة من السويتش، والفردة التانية اللي هتخرج من السويتش هتروح على المقاومة اللي داخلة على الموجب بتاع الليد، لأن مينفعش أدخل باور ده على طول على الليد عشان الليد ميشعش. تمام. وأبدأ أوصل الأدوبتور. المفروض إن أنا بوصل الأدوبتور. تمام. وأغطي المقاومة ال LDR يحصل معاه أكشن. هو مش باين عشان خاطر إيه التليفون فوق البورد، بس هتبان هنا أكتر. أوصل تاني السالب والموجب، والمرة دي بقى إيه كنت بتستد بالبزر واللمبة مع بعض، بحيث اللي عايز يعمل بيها دايرة إنذار كليزر وكده تمشي، واللي عايز يعملها كدايرة تشتغل وقت ما يكون مفيش إضاءة تمشي برضه شغالة. هنبدأ نقشر ونوصل أسلاكنا. ادي الموجب اللي خارج من السويتش دخل على المقاومة ورجل البزر اهو. انا كده المفروض بغطي ال LDR. كل ما بغطي ال LDR بيدي معاه اكشن على الليد وعلى البزر، وده المطلوب، يدي معاه اكشن على الليد والبزر. وهنا بقى بعد ما جربت تمام، المفروض اهو هقطع النقطة تبدأ تدي معاه اكشن مع الليد والبزر. تمام. كل ده بيتم عن طريق الريلي اللي هو بيقوم بدور كسويتش. اقطع تشتغل، اقطع تشتغل. وزي ما احنا متعودين، سؤال نهاية الحلقة، تفتكر ال LDR ممكن نستخدمها في ايه كمان في دواير؟ اكتب لي اجابتك في كومنت وهرد عليك. واتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم واستفدتوا منها. ما تنساش لو الشرح بسيط ومفيد تدعمني بلايك ومتابعة وشير.